اسمك ايه يا ابني؟ اسمي اسامه يا عم. عمو ده انت عنيتك خالص، عرفت بنت منين يا اسامه؟ هي بنتك ما قالتلكش؟ لا قالت لي، بس عايزه اتاكد منك برضه. هما فين اهلك يا اسامه؟ ما جوش معاك ليه؟ انا قلت يا عمي اجي الاول تشوفني واشوفك، ونشوف الدنيا فيها ايه، والمره الجايه ان شاء الله هجيب اهلي معايا. طب انت شغال ايه يا اسامه؟ والله يا عمي انا فاضلي سنه واتخرج، بس ما تقلقش، محسوبك عامل اعلان على السوشيال ميديا كلها. طبعا يا أسامة، انت شايف انا معايش بنتي في مستوى عالي. انا مش عايز بنتي تقل عن المستوى اللي هي فيه. هتقدر تعيشها في المستوى ده ولا ايه؟ ده انت معاك يا عم أسامة. لا ما هو باين، ده انت جاي ايد ورا وايد قدام، ده انت حتى يا جدع ما كلفتش نفسك وجبت كيلو برتقال. ايه يا عمي، انت بتبص للشكليات دي ولا ايه؟ وبعدين انت قلقان على ايه يا عمي؟ ده سنة ولا سنتين وبنتك هتتعلق في رقبتي وتخلص كل فلوسي، وهنشحت احنا الاتنين في الشارع. هي دي سنة الحياة يا ابني. ما انا هو اتمرمط قدامك طلعنا عن امي وما اتكلمتش. وبعدين قول لي يا عمي طلباتك ايه عشان اكون عامل حسابي. احسبك صغير بس يحير. الشقاوة فينا بس ربنا يهدينا. ها اتفضل يا عم قول. قول لي بقى يا اسامة، عندك شقة؟ لا والله يا عمي. امال هتتجوزوا فين؟ هنأجر شقة يعني مش هنتجوز في الشارع. المهم عندك عربية؟ يعني يا عمي انا ما عنديش شقة هيبقى عندي عربية. طب والشبكة هتجيب شبكة بكام؟ البت اختها متجوزة ابن عمها، ابن عمها بقى جاب لها شبكة ب50,000 جنيه. ايوه ايوه، ما انا عارف، ما شيماء قالت لي وخدها منها يوم الصباحية. امال هتجيب ايه يا اسامة؟ هو انت داخل بمجهودك ولا ايه؟ هجيب خاتم ومحبس، ولو على منظرك يا عمي ممكن نجيب سلسلتين على غوشتين كمان، سيني كده يعني. ووعد يا عمي، اول ما التيك توك يبدأ يدي فلوس للناس هجيب مشاهدات بالملايين وهنغنغ عليك انت وبنتك. وبعدين يا عم انتوا بتشتروا راجل، وبعدين انا اصلا ما كنتش ناوي اجي دلوقتي. بنتك هي اللي قعدت تزن على وداني، هتيجي تقابل بابا امتى، هتيجي تقابل بابا امتى، هتيجي تقابل بابا امتى. ولحد ما صدقت دماغي، وانا كمان جيت لك عشان اشوف طلباتك، عشان انا عازمها على السينما يوم الخميس، وهي حالفه ما تيجي معايا الا لما اجي اقابلك. يا ابني بلاش الصراحه الزياده عن اللزوم دي، راعي موقفي. مش لما تراعي انت موقفي الاول يا عمي؟ يعني انت مالي عينيك من التوك توك ده؟ توك توك ايه بس يا عمي؟ تيك توك. اه هو ده. موافق يا عمي. سيبنا افكر. طب فكر كويس يا عمي، على فكرة في ناس هتعيش بنتك في مستوى احسن من اللي انا عايشة فيه، وعلى فكرة برضه في ناس اغنى مني كمان، عشان كده افكر كويس. سلام يا عمي.